مساء الخير، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بفكركم بينا للمرة السابعة. أنا كريم أنا معتز. وانا عمرو. في بودكاست خبطة منتصف العمر. قبل بس ما نبدأ نتكلم في حلقة النهاردة، احنا شايفين الفولورز وصلنا ل1000 فولور، الحمد لله. ده رقم ما كناش عدينا متخيلين. ال1000 فولور عشان عديناه بس كمان، نبقى اكيوريت. وعندنا عدد كويس من الفيوز، بس محتاجين نعرف منكم فيدباك، يعني كومنتس، عايزين انجيجمنت او اكتر يعني. ديسلايكس لو ما عجبكوش. نغير ايه في الكونتنت؟ محتاجين نكمل بنفس الطريقة ولا محتاجين تغيروا الموضوع بشكل مختلف؟ علشان لو في توبكس محتاجين نكفرت بشكل اكبر يعني نعمل كده. فمحتاجين منكم فيدباك، ولايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وكبس كبس كبس احنا موجودين على كل البلاتفورمز. احنا تقدر تسمعنا على يوتيوب، وطبعا يوتيوب ميوزك لو انت سايق وعايز تسمع البودكاست وانت سايق. كمان ممكن تسمعنا على انغامي وعلى سبوتيفاي وعلى بود بينز اللي عنده بود بينز ابلكيشن. وطبعا عندنا الفيسبوك بيج والانستجرام بيج وفيري سون على ابل بودكاست وفيري سون بالظبط ان شاء الله. وتيك توك كمان عندنا اكونت على تيك توك بنزل فيه شورتس كده من البودكاست. برضو خشوا اسمعوه وقولوا لنا رايكم ايه. ممكن نبقى نخش لايف بقى على التيك توك، يمكن حد يبعت لنا حاجه كده. لو فعلا الناس تفاعلت معانا ممكن نبقى نخش لايف مع الناس ويبقى في كده لايف ديسكشن. يعني لو في عبده دخلت احنا دي بنخش 5 موا بالظبط. تدينا 5 موا. انا بس خايف لو طلعنا لايف محدش يبص على الفيديو اصلا. اكيد يعني هو كده مش هيحصل احنا يعني. مترددين الصراحه يا جماعه ان احنا نصور فيديو، يعني بنفكر في الموضوع ده، بس يعني لو ما عجبكوش الفيديو لما نصوره قولوا لنا هنرجع اوديو بس تاني. طيب. عموما موضوع التيك توك ده جامد، يعني اجمد من الكشك غالبا. برضو ده اللي انا شايفه اليومين دول. موضوع الاسد ده بعد ما تفتح كشك هنعمل لك تيك توك. بيبقى مفيد قوي كمان بالذات في الغربه. شفت ايه الدخله الناعمه دي دخلت فاهم في موضوع الحلقه بنعومه. نتكلم النهارده على ايه؟ على على ايه يا جماعه؟ على ايه؟ ده اعلان الشركه السعوديه. نتكلم على ايه احنا فين هنا؟ على الغربه. طيب احنا كلنا اتغربنا، احنا الثلاثه اتغربنا. انا لسه مستمر وانتوا الاثنين اتغربتوا شويه ورجعتوا تاني. الغربه قبل. الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله. نعم. كل قرار اكيد ربنا كان عامل الخير في كل قرار احنا خدناه. طبعا. طيب الغربه زمان، الغربه بتاعت انت كريم، اهلك كانوا في السعوديه زمان. انا اتولدت في السعوديه على ايام فين بقى؟ فين في السعوديه يا كريم؟ السؤال محرج. في عنيزه ان شاء الله. في عنيزه. يعني رجعت وانا عندي سنه، فانا ما اعرفش طبعا، مش فاكر حاجه. بس كان ساعتها بقى جوابات وشرايط الكاسيت والحاجات دي. انا برضو هو يبعت جواب يكون اصلا نزل مصر نهائي قبل ما الجواب يوصل. بالظبط. وانت كمان معتز نفس الكلام؟ انا مواليد السعوديه برضو بس ما وعاش يعني اخيرا غالبا 3 شهور كده، وبعد كده رجعنا يعني. الوشي حلو عليهم واضح. طب كانت طريقه الكوميونيكيشن ازاي مع زمان في الغربه مع اهاليك ومع اهلهم هنا اللي في مصر؟ هي بتهيألي كانت جوابات، شرايط كاسيت. بتهيألي ما كانش في حاجه تانية يعني. هم تلغراف يعني. الحاجات دي بقى الغريبه. تلغراف بقى لو في مصيبه، يعني يبعت لك تلغراف مثلا لو حد لا قدر الله من عيلتك اتوفى ولا حاجه، يبعتوا له تلغراف لابوك في السعوديه مثلا. لو رنت التليفون يعني ترانك وبيطلع في واحد من المنصوره عادي. يعني انا حضرت زمان مثلا كان عندنا ناس قرايبنا مثلا في مسافرين او اللي بيسافروا يعملوا عمره مثلا، كانوا يروحوا يكلموهم من السنترول. لازم تنزل السنترول، تاخد ترانك وتاخد كابينه تتكلم فيها، تعلي صوتك وانت بتتكلم. التلغراف ده اللي انت قلت لنا عدد كلمات محدود 5 كلمات. طب دي لو حياته فيها تبقى مصيبه. هيقول له مثلا لو سمحت تعالى بجد. توفى بس ويسيب في حوار معيش فلوس. عايزين حد امين يصرف الجثه اللي معانا دي. وبعدين وانت راجع بقى وانتوا راجعين من الاجازه، كنت تجيب معاكم مروحه، لازم مروحه وكوتش ابيض والكاسيت اللي ببابين كان جميل. هو بيسجل بسرعه جدا. تعمل اسمه كاسيت بروحين، كان اسمه كاسيت بروحين. تعمل البوم الصيف على مزاجك. معلش هو ايه وجهه النظر في مروحه؟ يعني هل مصر ما كانتش فيها مراوح مثلا؟ كان فيها كل حاجه، بس في دايما فكره كده ان مراوح الخليج احسن. والله على فكره ده لحد انت مش فاكر اول اجازه نزلتها في 2011. كنت مسافر بقى 4 شهور، نزلت اجازه كده 10 ايام، كان جنبي واحد جاب منشر بلاستيك. ما تفهمش ليه، مع ان في مصر ممكن يكونوا ارخص مثلا. هو في مصر في مناشر بره مفيش بلكونات عشان الدنيا ولعه، بس في مصر في بلكونات، في مناشر اللي مغروزه في الحيطه دي، وفي مناشر بلاستيك يعني
عمرو عندي افتكر ان أسئلة انت كتير أوي. يعني انت بتشطب دلوقتي، واعتقد ان انت جبت شويه حاجات من بره برضه. لا بس جبت يعني حاجات- ما... لا مش عايز بس حسسنيش الناس دي عملت حاجات غريبه. لا بس يعني انا قصدي لو ان في حاجه في مصر مثلا شايفها ارخص من بره، عليها اجيبها من بره، ما هي موجوده في بس مصر. في حاجات ارخص، ما هو اكيد برضه الحاجات دي كانت ارخص مش عارف. بره وما منشر كانتش يعني موجوده. المنشر ارخص او المروحه ما اعتقدش لا مش لدرجه منشر يعني، بس المروحه بس. وبعدين كان يعني اللي بيسافر بتتقطع اخبار، يعني ما بتبقاش فيه اي كونكشن ما بينه وما بين عيلته. زمان ما كانش فيه، يعني يجي مثلا ممكن يقعد 2-3 ما ينزلش، وينزل يقعد شهر وبعد كده يرجع تاني. بس في عادات بقى كملت من زمان. يعني انا لما كنت بسافر اخلص الاجازه واسافر كنت بعاني من ايه بقى؟ ان دايما في المطار اللي مسافر هو في واحد مسافر وفي 65 واحد بيودعوا. البلد كلها بكل اصحابه وحبايبه زمان كنت افهم لان هو هتتقطع اخباره. بالظبط. دلوقتي هو كمان 10 دقايق هيكونكت عادي من الطياره ويقول لهم وبعدين هو مسافر ساعه ونص، يعني مفيش اي توتر يعني. بالظبط. هي الفكره دلوقتي ان انت بالعكس لما انت مسافر اصلا يعني بتتواصل اكتر مع اهلك اللي هنا اكتر من وان انت قاعد في مصر. يعني انت ممكن تروح لاهلك مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين، لا انت ممكن تكلمهم يوم او يوم لا وانت مسافر مثلا. فالدنيا اتغيرت يعني لا الغربه زمان اكيد كانت اصعب من دلوقتي بكتير. كتير. هو انت اصلا مبدئيا انت قبل ما بتروح دلوقتي انت بتخش اونلاين. يعني انا قبل ما سافرت يا بتعرف صحابك حد عايش هناك، لو مش عارف حد انت بتخش اونلاين تعرف اصلا انت هتخرج فين وتاكل ايه والناس دي بتعمل ايه وكل حاجه، فاهم؟ يعني دنيا زمان انت بتركب طياره والله اعلم ايه اللي هيقابلك. انت دلوقتي انت بالظبط. تقريبا انت بتفيجواليز كل حاجه قبل ما تروح يعني. وبعدين كان زمان الناس مثلا نتكلم على الخليج مثلا بالذات. الخليج كان زمان يعني كانت مصر متمدنه اكتر من الخليج، فكانت الناس اللي بتسافر كانت بتعيش حياه اصعب شويه من مصر. يعني مصر كان فيها انترتينمنت اكتر، الحياه اسهل، الحياه اظرف، ما كانش فيه اوبشنز كتير في الخليج. البلاد كانت لسه مش متقدمه قوي، مش زي دلوقتي. مثلا انت دلوقتي لا انت عندك في بلاد الخليج مثلا سبقت مصر شويه في حته التطور وحته العيشه عموما بقت اسهل في الخليج من مصر. فانت متخيل انت زمان كنت بتسافر تقطع اخبارك وقاعد في بلد مش هتشوف فيها اللي بتشوفه في بلدك، وفي نفس الوقت ما بتتواصلش مع عيلتك اون ديلي بيسز او حتى اون ويكلي بيسز. فكانت الموضوع فعلا صعب. ومرورا بقى بالاحداث اللي حصلت للناس. يعني مثلا انا فاكر الناس اللي معايا مثلا في الكويت، معايا يعني عندي التيم بتاع الكويت بيحكي لي ان هم اتولدوا في الكويت وطلعوا ساعه الحرب بتاعت الخليج نزلوا مصر كلهم وسابوا حاجتهم وسابوا كل فلوسهم وكل تحويشتهم ونزلوا مصر لكنهم بدأوا من الصفر. اللي بقى عرف يرجع تاني بعد كده عرف، وكمل بعد كده في مصر كمل. فكانت حتى الأحداث كانت صعبة على الناس. يعني الناس ما كانتش لاقية طيارة تنزل، ما كانتش لاقية بس هو موضوع الغربة على فكرة حتى ريسنتلي، يعني مش بس علشان انت رايح على الولايات الشكلية، التشينج نفسه بيبقى فيه كده احساس شوية مش سهل. يعني تداخل على تغيير كمان، احنا عشان سافرنا صغيرين برضو فما كانش لسه، يعني كنت اشتغلت سنة في مصر وبعدين سافرت، ما كانش عندي اكسبيرينس كفاية، بالتالي شخصيتي اتغيرت تماما. يعني على فكرة ان انا بطولي انا المسؤول عن كل حاجة. بالظبط. انت محتاج تبني كوميونيتي او تخش جوه كوميونيتي عشان تقدر تكمل، محتاج تخلص كل ورقك وكل جار البيت، العربية، التفاصيل دي كلها from A to Z يعني. لا انا بالنسبه لي السفر يعني طبعا مين اللي بتسافر عشان الشغل. انا بالنسبه لي الخليج يعني هي غربه مختلفه شويه، يعني غربه غير يعني مختلفه عن غير الناس اللي بتروح اوروبا تقعد كام سنه وتاخد جنسيه وتكمل هناك. انت الخليج رايح مين دي شغل وعارف ان انت في يوم من الايام راجع. هترجع في يوم من الايام. بتروح يعني غالبا بتعمل لك شويه فلوس، تشوف انت في ناس بتطول في ناس ما بتطولش. بس هو السفر في حد ذاته او الغربه يعني بتعلمك حاجات كتير. يعني بالنسبه لي دي كانت تيرنينج بوينت كده في حياتي. انت بتروح بقى بتتعامل مع جنسيات مختلفه، مع ديانات مختلفه، بتاخد اكسبيرينس مختلفه تماما. وفكره ان انت بقى لوحدك خالص دي، انت رايح ولا معاك رخصه ولا معاك عربيه ولا عندك سكن ولا حد هيطبخ لك ولا حد هينضف لك هدومك. فانت بقى 100% بتعتمد على نفسك وبتحط انت في مواقف ايه، فاهم؟ انت واحد مش بيعوم وتقوم رميه في الميه ويقعد يبلبط كده لغايه ما يتعلم. بالظبط. يعني خصوصا اول سنه سنتين في الغربه دي بتبقى صعبه جدا على الواحد جدا، وبتحصل له احداث هو بيريليتد كلها ان هو في غربه، فبتبقى الموضوع ايموشنال جدا. يعني بتحصل لك تروما كده في اول سنتين لحد ما تتعود على الحياه. يعني ممكن بعد كده حتى تتعود على الحياه تبقى انت مش هتعرف ترجع تاني. لا انت بعد فتره خلاص بتبقى دي حياتك الطبيعيه يعني. بالظبط. طيب كانت في ناس برضو كانت الناس اللي بتسافر اوروبا بقى وامريكا، تمام؟ دلوقتي هل دلوقتي زي زمان؟
دلوقتي مختلف يعني من ناحية اولا زي ما معتز قال الفكرة مختلفة خالص، انت بتعيش في حتة كومبليتلي مختلفة بكالتشر مختلفة، تفاصيل حياة غير، سيستم مختلف، كل حاجة مبنية اكتر على مورجج لونج تيرم اكتر منه الحياه يعني انت رايح خلاص، انت رايح دي بلد جديده انت هتعيشها، ولادك هيبقوا ولاد البلد دي خلاص. بالظبط. وبعدين بتشتغل اكتر على مش ان انت تحوش عشان لما ترجع، لا. بتشتغل على كواليتي اوف ليفينج من دلوقتي يعني. بالظبط. انا بشوفها مش هي شخصيات على فكرة، يعني انا بشوفها مش سهلة بالنسبة لي، بس دي من الحاجات سواء ايا كان نوع الغربة، دي من الحاجات اللي انا مقتنع ما فيهاش صح وغلط، هي كل واحد بظروفه بطريقته بيقدر يتأقلم على الوضع بشكل عامل ازاي. بس هي عموما انا حاسس برضو دلوقتي بقت اصعب، يعني دلوقتي صعبة جدا. مبدئيا انت عندك الاقتصاد في العالم كله متأثر. يعني انا عندي ناس صحابي في كندا مثلا، لا كله جاي يشتكي يا جماعة الدنيا مش زي ما انتوا فاكرين، الدنيا غالية، الدنيا صعبة، الدنيا بطيئة، مش كل حاجة سهلة زي ما انتوا فاكرين. بلس كمان دلوقتي لو حد بيحاول يهاجر او حاجة، في حتة بقى الانفتاح مش اللي بقى كنا عارفينه زمان، الانفتاح اللي كنا عارفينه زمان بقى الاغاني وبينزلوا البحر مش عارف ايه بالمايو والكلام بتاع ده. يعني انت دلوقتي لا بتتكلم بقى في حاجات بقى اللي هو LGBT مش عارف ايه ما تقولش بس عشان اليوتيوب ما يقطعناش بس اليوتيوب شخصيا هيقطع الكلمه دي. في المدرسه مش عارف الناس اللي هم مش ولا بد اللي احنا عارفينهم المدرسه دول. يعلموهم حاجات كده مش تمام يعني، اللي طلعوا في افتتاح الاولمبياد. فدي تشالنج صعبه جدا يعني. اعتقد لو حد عايز يهاجر، لا الحاجات دي هيفكر فيها مليون مره يعني. بس مشكلتي في موضوع الجماعة بتوع الريم دول في حاجة، انه هم عمالين ينادوا بالحرية وكلام غريب كده، انا مش انترستد ان اعرف هو بيعمل ايه في بيته. لا هو بيفورس يو ان هي يعني انا مش فاهم، هو عايز ان شاء الله يعني يعيش مع فرخ، انا مالي ما يخصنيش. هي بلطجه، هو بيتبلطج ثقافيا عليك، فاهم؟ هو عايز يغير ثقافتك ان انت هو يبقى تقبل الحاجات دي غصب عنك، مش تقبلها ده انت كمان تشجعها، وده ضد الحريه ككونسبت يعني. طبعا. لا هو كده كده في يعني، خلينا نتكلم بقى في حلقه عن الموضوع ده يعني منفصله عن الموضوع اللي مش هينفع نقول اسمه ده، نتكلم فيه بالتفصيل يعني على موضوع الثقافات ده وتغييرها. بس احنا شفنا برضو، احنا كشباب منتصف العمر زي ما بنقول كده، شفنا كل التغييرات اللي حصلت في الغربة من ايام التسعينات والثمانينات لحد دلوقتي، تمام؟ والتغييرات الثقافية بقى اللي حصلت على الناس اللي جت من الغربة. يعني مصر اتغيرت من الناس اللي جت من الخليج مثلا في الستينات والسبعينات والثمانينات، جت بفكر مختلف شوية او بفكر يعني مور كونزرفاتيف عن ما كانت مصر قبليها مثلا في الستينات. فهل انت شايف مثلا الناس البلد او المنطقة اللي انت بتيجي منها ناس او بتسافرها ناس وترجع مصر تاني، ده غير في ثقافة الشعب المصري عموما؟ ما اظنش، بحس ان الثقافه هنا ما تتغيرش بسهوله يعني. ممكن نغير في ثقافه الناس اللي هي سافرت ورجعت، بس كتغيير على توتال ثقافه البلد مش عارف، انا رايي مش قوي، مش بالمعنى يعني. لا ما مش حاسس ان في تغييرات. يعني الناس بيبقى عندهم بس اكسبوجر يمكن اعلى سنه، بس هو في الاخر الاساسيات هي يعني. خلي بالك انت في الخليج برضو، انت هتلاقي نفسك في شغلك مصريين واصحابك مصريين بتاع، الناس زي ما هي ما اتغيرتش يعني مش هقدر قوي كده، لان في ناس بتتغير بالذات في دبي يعني مثلا، المكان ما انا عايش في ناس بتاخد اتيتيود تاني خالص في العيشه، مختلف شويه، يعني بتغير ثقافتها عن انت عارفها. يعني انت تبقى عارف ان هو في مصر كان ايه مثلا، وهناك عايش عيشه مختلفه تماما، بيبقى داخل بيسافر بعد اسبوعين يتكلم يقول رقصات في السياره. بالظبط ياخد بقى اتيتيود الخليجي شويه. ونفس الوقت برضو اوروبا او امريكا او كندا او تيفر يقلب لسان، هو ما يعرفش يتكلم عربي مكسر، وهو اصلا كان معاك في السعوديه اصلا، فاهم؟ يعني عادي جدا يعني فاهم؟ فكان الموضوع يعني الموضوع فعلا انا شايف ان هو بيفرق، يعني بيفرق على الشخص على المجتمع لو هو بسكيل كبير. زي انا شايف مثلا الناس اللي كانت في الخليج في السبعينات والثمانينات لما رجعت مصر، لا الموضوع بقى كونزرفتيف مايند سيت بقى موجود اكتر، فاهم؟ على كل السكيل بتاع الحياه. بس في برضو تغيرات تانية مهمة جدا. ان انت اول ما بتسافر بتدخلك حوالي 10 كيلو كده. ايه السر؟ كنت 25 كيلو 25 18 ودخلت المستشفى من كتر الاكل. ما هو انت خلي بالك، انت بتسافر في الاول بتبقى مش عارف تعمل ايه،
وعندك ايموشنال انستابيليتي، فبتحاول تعوض الموضوع ده بالاكل. ده غير من الاكل كمان حلو، والاكل حلو بره بصراحه. الاكل كمية الشوائب ده بسبب الايموشنال انستابيليتي ترجع استابيليتي للكوكب. ده انت مبدئيا الفاست فود هناك حلو، غير كام حاجه هنا احلى يعني. بعدين بقى دخلت بقى في الحته بتاعت المندي بقى والرز واللحمه والحاجات دي. الاكل اليمني بقى جميل. الحاجات دي فعلا حلوه، ان انت 10 كيلو دي مستريح في السريع يعني. وبعدين اللايف ستايل برضو، انت قاعد على طول على الكنبه، بتنزل تركب العربيه تطلع في الاسانسير، ما بتعملش اي مجهود بدني خالص، على عكس ما انت كنت عايش في مصر مثلا، كنت بتركب مواصلات، كنت بتمشي في الشوارع شويه، يعني كل حاجه بيبقى ليها مجهود اكتر. فاللايف ستايل تشينج ده هو اللي بيخليك فعلا تتخن بسرعه. بسبب الجو برضه، انت كل حاجه درايف ثرو عشان الحر. بالظبط بالظبط عشان الحر. طيب الولاد بقى، تربيه الولاد في الغربه، طبعا انا هتكلم عن الموضوع ده اكتر شويه لان انا دلوقتي في السيتويشن ده. بتكلم عن كل حاجه. انا ماشي، انا اسف تقريبا انت الوحيد اللي في السيتويشن ده. ما الموضوع ده لا، ما احنا ومعانا اصحابنا، يعني احنا عندنا اصحابنا مسافرين في كل حته وعندهم نفس المشكله. يعني طبعا حوار الديفرنت كالتشرز اللي موجوده بيأثر جامد جدا على موضوع التربيه. بيجي لك واحد مثلا من اوروبا او وات ايفر منين، بيبقى عنده باك جراوندز مختلفه، اللي هو العادي عنده مش زي العادي عندك، وانت في نفس الوقت بتحاول تحمي ولادك، او مش تحمي ولادك، تكيب الكالتشر مايند سيت بتاعك، او توصل له تكاسكيد المايند سيت بتاعك ليه، او تربيتنا كانت عامله ازاي، سواء بقى ده ميكس بقى من مش دين بس، يعني ميكس دين مع ثقافه مع كله. فبتحاول تحط شيلد كده قدام ولادك، بس في نفس الوقت الموضوع صعب، لانه ما بقاش بس مثلا الانتراكشن الموجود في المدارس او في النادي او وات ايفر في التمرين، لا بقى السوشيال ميديا. هل بقى كريم مثلا، انت مثلا ولادك في مصر معرضين لنفس الحوار ده بس من السوشيال ميديا مش من الغربه؟ انا بشوف كده الاكسسبيليتي بقت مخيفه، يعني الناس الجيل الجديد اللي هو دلوقتي لسه في مدارس 9 سنين و 10 سنين، الاكسسبيليتي على السوشيال ميديا وفيديوز على يوتيوب وكده، هو بيشوف. بالتالي احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقه قبل كده، انه هو بيشوف كل حاجه من كالتشر بره من غير اي فلتر. ده بيحط دور كبير قوي على، بيقعد على موبايل او ايباد قد ايه، ليه اكسس على ايه، يبقى فيه parental guidance كده. انا بشوف الموضوع ده صعب جدا، بس هو ضروري جدا يعني. هو بقى الفكره ان اللي بيبقى في الغربه كمان بيبقى معرض للاتنين مع بعض، السوشيال ميديا والناس بقى في الحياه كمان، فالموضوع بيبقى صعب شويه. كمان اللي اكتر من كده من الخليج دلوقتي بقى، يعني طبعا الموضوع زاد فيه عن زمان، كان بالعكس كان الموضوع كونزرفتيف، دلوقتي بقى اوبن مايندد اكتر من مصر كمان. اوروبا بقى وامريكا بقى الموضوع اصعب بكتير، زي ما معتز كان بيقول، الموضوع بقى رايح في اتجاه تاني خالص. بقى انت ممكن لو انت يعني اعترضت على تربيه ابنك، ممكن ياخدوا منك ابنك اصلا. يعني سمعنا في المانيا عن ناس عيله سوريه خدوا منها ابنها عشان مش عايزين يحضروه، مش عارف برضو ايفنت فيه حاجه زي زي يلبسوا مريالة اورنج مثلا، مؤاخذه معتز. فالموضوع بقى صعب فعلا، الغربه عموما بقت صعبه. مش عارف بقى احنا في نهايه الحلقه دي ننصح الناس تسافر ولا ما تسافرش؟ دلوقتي الناس عايزه تسافر، كلها عايزه تسافر بسبب الوضع الاقتصادي. ده سؤال صعب قوي، لان هو الموضوع يعني very relevant. انت شخصيتك عامله ازاي؟ يعني ما فيش اجابه سافر او ما تسافرش. في انت دلوقتي بشخصيتك مستعد تسافر، انت مستعد تسافر وتكمل حياتك هناك اللي هي ما فيش اي حاجه فيها غلط، ولا هتسافر فتره وترجع؟ هتسافر قد ايه؟ يعني اسئله كتيره قوي يعني. ما بعرفش الصراحه، حد لما بيسالني على النصيحه دي ما بعرفش. هو كل واحد والكيس بتاعته يعني لو هتسالنا شخصيا، انا شايف ان هي ليها بنفيتس، ان انت بتغير لك البرسبكتيف عموما والحياه، وحتى على المستوى الشخصي يعني انت هتتطور يعني اما تخش في الموقف ده وتعتمد على نفسك والكلام ده كله. بس برضو اللي انا شفته برضو من اهالي ناس صحابي وكده، اللي بيطول قوي بيرجع. اصل انت سيبريتد عن الوقت. هو اللي بيسافر من الاخر، هو ما حدش بيحب يسيب بلده واهله، لان انت حتى وانت هناك انت بتقعد كل تفكيرك امتى هرجع تاني مصر يعني. بالظبط، عشان اهلك واصحابك وقعدة القهوه والحاجات الحلوه دي كلها. فانت اما بترجع بعد سن طويل، انت بتعمل فلوس، بس بترجع مش بتعرف تستمتع بيها، وبتبقى خلاص بعدت عن البلد ومش عارف تسوق، مش عارف تعمل. فانا انا على مستوى شخصي يعني ضد السفر لفترات طويله قوي كده. بس لو انت في الاول محتاج تروح على تارجت معين، تجيب شقه، تجيب كذا، تحوش اماونت معين عشان تبتدي بيزنس، دي انا مع حاجه زي كده يعني. طب انتوا مع ان الواحد يسافر لوحده ويسيب اهله في مصر، ولا كله يمشي مع بعضه؟
لو حد متجوز يعني حد متجوز وعنده مخلف مثلا وجات له فرصه، بس هو الفرصه دي يعني هيبقى صعب ان هو ياخد عيلته معاه مثلا. لا انا بالنسبه لي ما اعملهاش الصراحه. غير يعني لو على قد سنه سنتين ماكسيمم سنه سنتين دي بتجر، خلي بالك. لا ما على حسب يعني. لو انت تقدر هنا تعيش ومش محتاج ان انت تسافر، مش لازم تسافر. لا طبعا تقعد. او لو هتسافر انا وجهة نظري لازم تبقى حاطط بلان تاخدهم معاك، يعني انت بتعمل كل حاجه ليهم وبتاع، بس وجودك وسطهم دي حاجه مهمه قوي. دي حقيقة أنا بتفق معاك في الحتة دي. أنت مش هتروح تقبض برضو يعني 1000 جنيه دهب يعني، فاهم؟ لا هو دي فكرة، ما دي فكرة غلط عن السفر برضو، خلي بالك. لأن أنت الواحد بيحسبها بفرق العملة دلوقتي، بس هو أنت ما تعرفش أنت هتصرف هناك قد إيه عشان تعرف تعيش. بالظبط. فأنت في الآخر برضو يعني في ناس في الآخر بتقعد في مصر بتعمل فلوس أكتر، وفي فرص وبتعمل فلوس أكتر من اللي مسافر. بالظبط. دي حقيقة. أنت لو عملت لايف على تيك توك ممكن تعمل فلوس أكتر من مثلا أو كشك مثلا. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا بريفلي عن الغربة، ومفيش صح وغلط. اللي شايف الاوبورتيونيتي قدامه ان هو يسافر طبعا عشان يكون نفسه في الاول يسافر. اللي شايف ان هو لا احسن له في البلد، كل ميسر لما خلق له، وربنا بيرزق في كل حته. دي جمله عميقه جدا. شفت القفله؟ عايزين بس نفكر في القفله تاني، محتاجين يور فيدباك، كونتنت حلو وحش، نبطل، نكمل، نصور فيديو، اي حاجه. لايك، سبسكرايب، شير، وفعل الجرس.